إيه الأخبار يا شباب عاملين إيه؟ حلقة النهارده هي بتفيد أكتر مجال الservices أو الناس اللي شغالة في الخدمات، ممكن أكتر من الناس اللي بتبيع منتجات بشكل مباشر، وهاقول لك ليه. بيحصل عند الناس اللي شغالة في الخدمات سواء الخدمة دي خدمة طبية أو تعليمية أو حتى هو محامي interior design أيًا كان أنت مين وإيه نوع الخدمة اللي أنت بتقدمها، لمّا بتيجي تشغّل إعلانات سواء على ميتا أو على Google Ads أو أيًا كانت الplatform اللي أنت هتشغّل عليها الإعلانات، أوقات كتير بتحقق نتايج حلوة جدًا على الإعلانات، ناس كتير بتدخل تسألك، ناس كتير بتبعت لك رسايل، ناس كتير بتسجّل كlead وبتتحول إن هم سابوا بياناتهم عشان أنت تتواصل معاهم وكده. ولكن لمّا بتيجي بعد كده تكلّم الناس دي، بتحس إن هم ممكن يكونوا مش مهتمين أو إن لمّا تسأل الsales اللي شغّال أو حتى الmoderator اللي بيرُد عليهم، يقول لك إن لأ، هم في الفيستك الquality مش قد كده بتاعة الlead، quality الرسايل مش قد كده وهكذا، وده موقف بيحصل بشكل مستمر. حلقة النهارده هاعرّفك ممكن تكون فين المشكلة، وإزاي تعرف تضمن إن أنت تقفل الfunnel بتاعتك بشكل كامل، بحيث إن أنت لمّا تشغّل إعلانات، الإعلانات دي تتحول فعلًا في النهاية لمبيعات حقيقية، مش مجرد ناس دخلت سألت واتكلمت وخلاص. بس في البداية أحب أعرّفك بنفسي، أنا عمر العطار marketing strategist وشغلتي هي إن أنا باساعد اللي بيصرف من أول $2000 إعلانات فيما فوق، إن هو يعرف يطوّر الطريقة بتاعته ويطوّر الإعلانات بحيث إن هو يحسّن معدل التحويل ويقدر يشتغل فعلًا وكل جنيه بيصرفه بدل ما يكون بيجيب له 2 جنيه أو 3 جنيه بالعافية، لأ يصبح إن هو بيجيب 5 جنيه و6 جنيه و10 جنيه كمان في بعض الحالات. وبس قبل ما نبدأ حابب أعرّفك إن أنا هاكون سايب لك في الdescription تحت هدية خاصة ليك، وهو عبارة عن sheet Excel تقدر تستخدمه كنظام CRM system بسيط لو أنت ما عندكش CRM system هيكون مُعتمد جدًا على المنهجية اللي إحنا هنشرحها النهارده واللي هي the rule of 7. الsheet ده لمّا هتبُص عليه هتفهم إن هو فعلًا هيقدر يساعدك إن أنت تتابع مع العملا بتوعك وتضمن إن الإعلانات اللي شغالة هي مش بس بتجيب leads أو بتجيب ناس بتسأل وخلاص، لأ أنت قادر تحوّل الناس دول لعُملا حقيقيين اشتروا منّك ودفعوا فلوس في النهاية بالفعل. المشكلة بمنتهى البساطة في معظم الوقت بتكون في طريقة الاستلام والتسليم اللي بتتم ما بين فريق التسويق وما بين فريق المبيعات. فريق التسويق دايمًا محتاج إن هو هيشغّل الads ويضمن كفاءتها بأعلى جودة، ولكن عشان يتأكد إن الإعلانات أصلًا شغّالة بكفاءة من البداية، لازم الsales team يبدأ يوضّح له ويعرّفه أنهي campaign جابت أداء أفضل، وأنهي campaign قدرت تحقق high quality leads بشكل أفضل وبسعر أرخص من ناحيته هو كmarketing. ولكن المشكلة إن أوقات كتير إحنا كmarketers لمّا بنيجي نسأل الsales team بنلاقي إن دايمًا نجيبها يمين، نجيبها شمال، هم دايمًا شايفين إن الquality بتاعة الleads ضعيفة. وهنا بتيجي الصدمة، لإن في المرات اللي أنا شمّرت ونزلت فيها أشوف طيب يا جماعة ورّوني الchats اللي بينكم وبين العملا، أنا عايز أعرف الناس دي مشكلتها فين أو الموضوع ليه الquality بتاعة الleads ضعيفة، أتفاجئ إن للأسف الquality بتاعة الleads مش ضعيفة إطلاقًا، ولكن الsales team واللي أوقات كتير ممكن ما يكونوش sales بجد، يعني ممكن ما يكونوش ناس محترفة أو يعني مهنتها هي الsales، ممكن يكون moderator، ممكن يكون حد بيجتهد ودي مش شغلته في المقام الأول وهم سلموه الموضوع أو الإدارة قررت تسلمه الموضوع، ولكن في النهاية بينتهي الموضوع إن هو متخيل إن مجرد إن العميل دخل سأله على المنتج وهو رَد عليه والعميل ما رجعش كمّل كلام وما فتحش وما قررش إن هو يدفع بنفسه، ده معناه إن الquality بتاعة الlead ضعيفة. بينما إحنا النهارده هنتكلم عن حاجة اسمها the rule of 7. the rule of 7 هي بمنتهى البساطة concept بيقول إن أنت محتاج تتواصل مع العميل في المتوسط حوالي 7 مرات على الأقل عشان تقدر تتم البيعة. actually في بعض الدراسات بتقول إن ما بين 80% من الصفقات أو الdeals بتتم في المرّة اللي ما بين ال5 للمرّة ال12 من التواصل. خُد بالك في بعض الأحيان هنتكلم في الproducts مثلًا ممكن يكون التواصل ده touch points online، يعني ممكن يكون شاف إعلانك مرّة والتانية والتالتة، ولكن أنا هنا باتكلم في مجال الservices إن أنت محتاج تبقى تتكلم مع العميل. فتخيل إن أصلًا بقى 80% من الsales بيبطّلوا يتواصلوا مع العميل وبيعتبروه non qualified بعد المرّة التالتة، بينما هو ممكن يكون الناس بتتشغل في حياتها وبتتزاحم وبتنسى، وده ممكن يكون أصلًا المشكلة الرئيسية. فبمنتهى البساطة 80% من الصفقات بتتم في المرّة اللي أنت المرّة ما بين ال5 للمرّة ال12 اللي أنت تواصلت فيها مع العميل. ونيجي هنا لقاعدة ذهبية جدًا، جدًا، جدًا. في دراسة كانت عملتها جامعة هارفارد بتقول إن
احتمالية إن الdeal يتقفل بتقل بمقدار 10 أضعاف لو أنت اتأخرت في الرد على العميل 5 دقايق بس. يعني تخيل العميل لو بعت message والmessage دي ما اتردش عليها في خلال 5 دقايق، أنت بتقل احتمالية إن أنت تقفل الdeal ده مع العميل 10 أضعاف، وده طبعًا رقم كارثي، سواء بقى ما بين إن هو لسه مسجل الlead عمله سجل الlead في الform مثلًا، أو حتى بعت لك message. بالتالي القاعدة الأهم والضرورية إن الsales team لازم يكونوا بيردوا حرفيًا خلال 5 دقايق بس. طيب ليه ده بيحصل؟ هنا في كذا فكرة. دلوقتي العميل لمّا أنت بتتأخر عليه شوية مثلًا في الرد أو كده، بيوصل له انطباع إن الشركة دي شركة بلح، الشركة دي ما اهتموش بيّا أصلًا، فإزاي يقدموا خدمة كويسة. والنقطة التانية ألا وهي إن أنت أصلًا بمجرد أمّا العميل يتفاعل مع الإعلان بتاعك، المنصة اللي شافك عليها سواء تيك توك سواء ميتا أيًا كانت المنصة إيه، بتبدأ تظهر له إعلانات المنافسين كمان. فلو في منافس قاعد وجاهز ومصحصح ورَد على العميل في خلال 5 دقايق وأنت لأ، احتمال إن المنافس ده هو اللي يقفّل الdeal. ثانيًا بقى والنقطة الأهم، أنت لمّا بتتأخر على العميل 5، 6 ساعات أو حتى في بعض الأحيان ناس بتكلم العميل تاني يوم، أوقات كتير بتكون الرغبة عنده بدأت تقل وما عادش في نفس مستوى الحماس أو الاهتمام، لإن هو اتسحل بقى في حياته، وممكن يكون في ألف سبب يخلّيه فعلًا الرغبة عنده هديت شوية يعني بمعنى أصح. وهنا بنيجي للنقطة بتاعة ال the rule of 7، وإن أهميتها فعلًا هي إن أنت أول مرتين 3 أنت بتكون لسه بتبني ثقة كده مع العميل، بيعرفك، بيعرف أنت مين، ليه يشتغل معاك، بتبدأ تجاوبه على الأسئلة الأساسية. ولكن ييجي للناس هنا يعني 7 مرات والعميل مش هيزهق مني، هنا إحنا هنشرح الحتة دي كمان شوية، ولكن القصد أنت ما ينفعش تكون بتspam على العميل. أولًا بتختلف الموضوع من مجال للتاني. في مجالات بيكون نفسها طويل، زي مثلًا لو أنت معرض عربيات، فطبيعي إن العميل قبل ما يشتري عربية ممكن يقعد يفكّر ويقارن ويدوّر لمدة شهرين 3 تقريبًا. فأنت بتحاول تقسّم ال7 مرات دول على مدار الشهرين 3، أو هتزيد ساعتها شوية عن ال7 عادي، ممكن توصل ل10 مرات أو 12 مرة، لإن السلعة نفسها اللي أنت بتبيعها تقيلة ومحتاجة متابعة طويلة. وكذلك برضه مثلًا في العقارات الموضوع بيوصل ممكن إن أنت تفضل تتابع مع العميل لمدة 6 شهور لسنة أحيانًا، ولكن برضه ساعتها الtouch points بتزيد من ال7 مثلًا توصل لغاية ال20، وبيكون الموضوع لازم دايمًا إن أنت تadd value أو تعمل قيمة مضافة للعميل عشان العميل ما يزهقش منك ويلبّسك block في الآخر. وهنا بنيجي لنقطة مهمة جدًا، جدًا، ألا وهو في فرق كبير ما بين الmoderator اللي بيرد رَد روبوتي جدًا، اللي هو تحسّه بيرد على العميل أصلًا بالعافية ومش طايق نَفْسه، هو العميل يسأله بكام يقول له ب300 500 1000 أيًا كان السعر، مش مهم السعر كام، ولكن هو رَد على قد الإجابة كإنه فعلًا مش طايق العميل. بالتالي طبيعي العميل لمّا بيشوف الmessage دي ما بيكمّلش الchat، ما بيكمّلش الcall، بيبقى بيحس بعدم اهتمام. ولكن الsales الشاطر بيرُد على العميل وبيسأله سؤال كمان في المقابل عشان يبدأ إن هو يفتح conversation، بيحاول إن هو ما يقفلش الكلام مع العميل، لأ هو بيخلّي الكلام رايح جاي. فلو العميل سأله بكام، ممكن يقول له طيب يا فندم مثلًا قبل حتى ما يرُد عليه بالسعر، قُل لي إيه اللي أنت محتاجه بالضبط عشان أعرف أرشّح لك مثلًا المنتج الأفضل عندنا وأقول لك سعره. أو إن هو حتى يرُد بالسعر ويقول له طيب أنت حضرتك محتاجه لاستخدام شخصي مثلًا والّا تجاري والّا إيه بالضبط، بحيث إن أنا أرشّح لك حاجة أفضل لو ده متاح. الهدف هنا إن هو بس يفتح علاقة وديّة مع العميل ويكون في conversation، كلام رايح جاي. يمكن ده واحد من الأسباب اللي بتخلّيني أنا كواحد من الناس لغاية دلوقتي ما باحبش أستخدم الchat bots خالص. أنا بابقى عايز البني آدم يرُد على الناس، الmoderator يرُد على الناس اللي بتكلمه، ولكن ما يردش كإنه bot، ما يردش بإجابات محفوظة وسريعة، لأ يرد رَد يكون واضح منه إن الشخص ده بني آدم مهتم بيّا، ومستعد إن هو يرشّح لي حاجات، وإن هو يعتبر مستشار أكتر منه moderator يعني بمعنى أصح. وهنا بقى بنيجي للنقطة بتاعة طَب إزاي أتابع مع العميل ال7 مرات دول ومن غير ما ينتهي الموضوع بإن هو بيعمل لي block عشان زهق منّي. اللعبة هنا قائمة في المقام الأول على إن أنت تضيف للعميل قيمة، ما تخلّيه فعلًا يحس إن أنت مهتم بيه، مش إن أنت بترخّم عليه. فلو ال7 مرات تواصل كانوا على شكل أو على هيئة إن إيه الأخبار يا فندم، فكّرت والّا لسه، خدت القرار والّا إيه، طب هنمضي العقد إمتى، طبيعي جدًا، جدًا، جدًا إن العميل بتاعك هيعمل لك block. ولكن الأفضل والأذكى إن أنت مثلًا أول touch point، أول مرّة تكلم العميل بتبدأ تفهم رغباته، بتفهم هو محتاج إيه بالضبط عشان تعرف ترشّح له فعلًا المنتج أو الخدمة المناسبة ليه. بعدها بفترة قصيّرة لمّا ينتهي الmeeting ده، ممكن تروح باعت له فيديو مثلًا تعليمي بيخُص الموضوع اللي هو كان بيكلمك فيه، أو معلومة معيّنة أنت شايف إن هي هتفيده. المهم إن هو يفضل فاكرك، لإن أنت دخلت كلمته
ولكن في نفس الوقت ما يزهقش منّك ويشوف إن أنت ضِفت له شيء. وهكذا بقى ممكن المرّة التالتة مثلًا تدخل تبعت له social proof تقول له يا فندم اتفرّج ده فيديو مثلًا صوّره واحد من العُملا بتوعنا وهو بيبقى مبسوط من الخدمة، حبّيت أبعته لك بس مثلًا عشان أطمّنك أو كده. المرّة الرابعة عادي جدًا ممكن تكون call أنت بتتصل على العميل وبتقول له إن يا فندم خُد بالك أنا وصلني خبر مثلًا إن هيحصل إن أسعار العربيات هتزيد مثلًا على سبيل المثال خلال الأسبوع الجاي بسبب إن هيحصل في البلد كذا، فأنا بس باعرّفك عشان تلحق تاخد قرار. ده على سبيل المثال أنت هنا ما سألتوش حتى هو خد قرار والّا لأ، أنت عامل زي ما تكون كإنّك لعبت معاه دور المستشار اللي خايف على مصلحته بجد، اللي هو يا فندم الحق خُد القرار عشان أنا وصلني تسريبات مثلًا بحكم إن أنا مستشارك اللي شغال في السوق بتاع العربيات مثلًا، بيقول إن فعلًا الأسعار هتغلى مثلًا خلال الشهر الجاي، أيًا كان السبب، حتى لو دي مجرد إشاعة وبتوضّح له طبعًا إن ممكن تكون دي إشاعة بس أنت بس إيه، يعني حبيت تنبّهه. المرّة الخامسة مثلًا ممكن تكون برضه عادي إن أنت بتأكد معاه تقول له والله يا فندم إحنا الشركة عندنا قررت تقدّم offer مثلًا بنسبة 5% أو offer شكله كذا، المهم برضه إن يكون دايمًا في قيمة. وممكن حتى آخر المَرّة السادسة اللي اتكلموا فيها تقول له: "يا فندم العربية اللي حضرتك سألتني عليها لسه موجودة عندنا في المعرض، ولكن كان في عميل على وشك إن هو يمضي ويخلّص والعربية هيكون قدامها شهرين 3 على ما تيجي لنا تاني." على سبيل المثال طبعًا أنا باهبط في المجال بتاع العربيات، ولكن أنت بقى تقدر تاخد المثال ده تطبّقه على أي حاجة تانية. ونيجي هنا بقى للرسالة الرئيسية والمهمة ألا وهي الرسالة الأخيرة. تعالَ نفترض إن أنت مثلًا في صناعة اللي هي فعلًا كل اللي محتاجاه 7 مرات تواصل، ما هياش زي العربيات مثلًا ممكن توصل عادي لغاية 10 مرات و12 مرة، ولا هي زي الreal estate لأ، خلّينا في حاجة طبيعية شوية. ممكن يكون أنت تواصلت مع العميل لغاية ال6 مرات، والعميل في كل ده لسه مش مهتم أو لسه ردوده عليك باردة، فبتبدأ مثلًا في النهاية توجه الضربة القاضية، وهي الرسالة اللي بتقول له فيها خلاص يا عم أنا هاسيبك في حالك، اللي هو يا فندم أنا كنت باراجع الملفات ولقيت حضرتك ما كمّلتش، هاضطر ألغي الطلب عشان ندّي فرصة لغيرك ونحافظ على جودة الخدمة. عادةً العميل اللي مختفي ومطنّش العملية بيبدأ يظهر فجأة في المرحلة دي، طالما هو فعلًا كان لسه مهتم، وبيبدأ إن هو يُبدي استعداد إن هو فعلًا يقفل الdeal معاك. طبعًا نص الرسالة مش لازم يكون بنفس الطريقة بالضبط، ولكن هو من الآخر إن أنت بتعرّفه إن أنت هتبطّل تتواصل معاه الفترة اللي جاية عشان يعني ما تكونش بتضايقه أكتر من كده، وإن هو عارف إن وقت أمّا يحتاجك يعني يقدر يتصل بيك أو يقدر يكلمك على طول. الهدف من الطريقة دي هو إن أنت تضمن إن الads اللي أنت صرفتها والفلوس اللي أنت دفعتها لفيسبوك، أنت قدرت فعلًا منها تحقق مبيعات حقيقية على الأرض، خصوصًا قطاع الservices أو الخدمات أوقات كتير بتكون في خدمات فعلًا القيمة بتاعتها ماديًا غالية، مثلًا زي قطاع السياحة لو أنت بتبيع مثلًا سياحة خارجية برّه مصر والpackages ممكن توصل ل100 و150 ألف جنيه مثلًا، فطبيعي إن أنت تحتاج متابعة مستمرة مع العميل عشان تعرف فعلًا تقفل deal كويس، وهكذا طبعًا مع العربيات، حتى في العيادات الطبية على سبيل المثال والحاجات الB2B بتنطبق عليها كلها نفس المبدأ. وبالمناسبة حتى المنتجات والحاجات البسيطة عادي زي الfashion اللي القرار فيها بيكون سهل، بتتبع نفس قاعدة the rule of 7 بس هي الفرق البسيط إن إحنا في الحالة دي ممكن يكون أغلب المتابعة عادي automated أو بتكون من خلال إن هو شافك كذا مرّة على السوشيال ميديا أصلًا، فخد القرار بنفسه في الآخر. يعني طبعًا بتفرق هنا هل أنت الindustry بتاعتك قيمة البيعة الواحدة فيها عالية، بالتالي أنت مقعّد sales man يقعد هو بنفسه يعمل المكالمات دي أو يتابع مع الناس وده هيكون مُجزي، والّا لأ القيمة بتاعة عملية البيع الواحدة صغيرة، فطبعًا يُفضّل ساعتها إن الموضوع يكون automated مثلًا ويكون messages أو يكون من خلال الretargeting في الads، ساعتها الموضوع مش هيبقى مشكلة إطلاقًا. ولكن فعلًا أنت لازم ما تسكتش على الكارثة بتاعة إن أنت يكون الsales team عندك مش متدرّب كفاية، أو فاكر إن العميل لمجرد إن هو ما كمّلش الchat بنفسه للآخر إن هو كده عميل غير مهتم، لإن ده فعلًا ممكن يضرك ويخلّيك بتصرف فلوس إعلانات كتير على الفاضي، وده حصل معايا كتير جدًا. آخرهم كان brand شغال في العُمرة في دولة السعودية، العُمرة للسعوديين يعني في الداخل، وكانوا محققين أكتر من 1000 مسج يعني الناس داخلة تكلمهم وتسأل على الخدمة، ولكن المبيعات الفعلية كانت 4 حجوزات بس، وده كان رقم كارثي. صلّحنا بعض الأخطاء عشان
نقدر نحقق في الآخر إن فعلًا برضه بعدها بفترة قصيرة في خلال أقل من شهر، الكلام ده كانوا استمروا عليه 3 شهور، وإحنا بعد كده الحمد لله في خلال فترة أقل من شهر قدرنا نحقق حوالي 1000 lead تقريبًا مع conversion rate أو التحويل بقى حوالي 15% يعني 150 حجز، طبعًا فرق السما والأرض، عشان فعلًا بس الsales team بدأ يراجع، زائد طبعًا كنا قدرنا نعلّي الquality بتاعة الleads، بس ده لمّا الsales كان عندهم القدرة إن هم يدّوا feedback حقيقي وdirect ويعرّفني فعلًا هل الtargeting بتاعي غلط محتاج يتصلّح والّا لأ، هم بس مش عارفين يقفّلوا الdeal مع العميل. فدي نقطة مهمة جدًا، جدًا، جدًا. وبس كده يا صديقي، في الآخر أنا عايزك أنت نَفْسك تفكّر في الموضوع للحظات، وترجع تبُص حتى على الmessages بتاعتك على الpage عندك، وتشوف آخر 20 رسالة مثلًا بشكل عشوائي، أو افتح 20 رسالة بشكل عشوائي، وشوف الsales team عندك كانوا بيردّوا على الناس خلال قد إيه، طَب هم تواصلوا مع الناس كام مرّة أصلًا، وده فعلًا لو عرفت تضبطه معاهم، وزي ما قُلت لك بافكّرك إن الsheet موجود تحت في الdescription، تقدر تستخدمه عشان تحسّن عملية المتابعة بتاعة العُملا، ولكن أنت لو قدرت تعمل ده بالفعل، هتنقل شركتك في حتّة تانية خالص، وهتبطّل تهدر ميزانيات في الإعلانات على الفاضي من غير ما تحقق نتايج. وبس كده يا صديقي، لو وصلت لحد هنا، فأتمنى فعلًا إن أنت تعمل subscribe وتعمل like وكل الكلام الجميل ده. بس يا صديقي، يالّا، أراك على خير.